النهارده موجودين في سينما راديو في وسط البلد عشان نحضر كايرو فوتو ويك، فيلا تعالوا نخش نشوف المعارض اللي جوه ونستكشفها كلها. كايرو فوتو ويك بيبقى من اهم معارض الصور اللي موجوده في مصر، وبيبقى معروض صور لفنانين من العالم كله، زي مثلا معرض وتيكو اللي قدرت فيه نرمين همام ان هي تمزج ما بين التصوير والرسم عشان تبين معاناه الشعوب ضد المخاطر المختلفه زي الاستعمار مثلا. ومثلا هنا في معرض الميوزك بوكس هم بيحاولوا يوروك ان المزيكا مش بس اداه للترفيه والتسليه، لا دي حاجه بتوثق كل حقبه زمنيه مختلفه والناس كانت بتحب فيها ايه والذوق العام ساعتها كان عامل ازاي. وورايا هنا في معرض فلسطين في اكتر من 25 صوره بتوثق الحرب في غزه بشكل يمكن ما اتشافش قبل كده. وفي البانر اللي ورايا ده في اكتر من 210 اسم لمصورين صحفيين فلسطينيين فقدوا ارواحهم في الحرب وهم بيعملوا شغلهم. وهنا في معرض سيزون اوف اس بنشوف ازاي البوسترات بتاعت الافلام والمسلسلات المصور يقدر بقواعد تكوين الصوره يوصل لك الرساله بتاعت المسلسل، تبقى عايز تتفرج عليه فعلا يا اما لا. بقول لك ايه، اتفرجت على مسلسل اخواتي؟ وبعديها جينا هنا بيت باب اللوق عشان نكمل الباقي من كايرو فوتو ويك. وهنا في معرض القاهرة 90 رندا شعث بتحاول تورينا بصورها ان مصر مش بس الاهرامات، لا فيها شوارع وناس وطاقة تانية مختلفة خالص عن اللي بنشوفها في التلفزيون. ده كان كايرو فوتو ويك وهو مكمل لحد يوم 18 مايو.